السلام عليكم ورحمة الله. تكملة للأحداث والشكاوي اللي بتحصل من اللي هو الشط اللي جنب سكريون. احنا كمان ليه ما نطالبش بمكان مجانا لأهل أبو قير، يعني مكان يتعمل زي كل الشواطئ على اسكندرية كلها، بيبقى في أماكن معمولة مجانا للمواطنين، بيقعدوا بيستحموا بيعملوا، المهم بتبقى في حتة كده يعني. واحنا بنطالب برضو بنفس النظام ده يحصل تطوير، يبقى عندنا مكان مجانا، شرط مجانا. ايه المشكلة؟ ما اساسا الارض ارض الله يعني، وفي بلدنا وفي المكان اللي اتربينا فيه، ليه ما يبقاش فيه مكان مجانا؟ ده اللي انا بطالب بيه، وده اللي بيطالب بيه كل اهل ابو قير، واعتقد ان كل اهل ابو قير هيأيدوا الفكره دي. بس ازاي ننفذها، وايه الطريقه، وايه الوسيله اللي نقدر ننفذ بيها، ونروح ازاي لمين، وكل الكلام ده اللي يا ريت تشاركوني في حله. قدرنا نعرف ازاي نخلي فيه شط مجانا، اوكي، دي حاجه. تاني حاجه ودي مهمة برضو، ان ممكن مع التطوير الدنيا تتغير تاني، يبقى عملنا حسابنا برضو ان لو الدنيا اتغيرت يبقى في شط يتعمل مجانا، ونسبق الاحداث بان احنا نطالب بالشط المجانا لاهل ابو قير. شكرا.